المغرب وما أدراك ما المغرب، أيقونة من الجمال الرباني في شمال أفريقيا، ومن أجمل البلدان العربية أرض وشعب ومناخ ومعيشة، ومن أكثر البلدان اللي أتمنى زيارته في أقرب وقت. ومن كثر ما شفت وسمعت وقريت عنه يزداد شوقي لزيارته يوم بعد يوم. وبعيد عن جمالية هذا البلد العزيز، فحلقتنا اليوم راح تصدمكم بالجانب الآخر المليء بالإنجازات والمشاريع اللي قدر فيها المغرب يتفوق على دول العالم. وراح أذكر لكم كم معلومة سبق فيها المغرب الدول العربية وكان أقدم منها، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الأفراد. ترتيب المعلومات من الأقدم إلى الأحدث والمصادر. طنجة المغربية أقدم مدينة في المغرب، ويعود تاريخها إلى أكثر من 1600 سنة قبل الميلاد. احتلت قمم 3 جبال في المغرب المراكز الثلاثة الأولى عربيا من حيث العلو، فتأتي قمة جبل توبقال في المركز الأول، وقمة جبل وانو كريم في المركز الثاني، وقمة جبل العياشي في المركز الثالث. بينما تعتبر جبال الأطلس الكبير في المغرب أعلى سلسلة جبال في شمال أفريقيا. تعتبر المملكة المغربية من أقدم المملكات عبر التاريخ، وتعد ثاني أقدم مملكة بعد بريطانيا. وبدأ نظام الحكم الملكي فيها منذ عام 788 ميلادية بدون توقف حتى يومنا هذا، وبذلك تعتبر الأسرة الحاكمة في المغرب من أقدم السلالات الملكية في العالم. ويعتبر النظام الملكي المغربي الوحيد في شمال أفريقيا، وواحد من ضمن 3 أنظمة ملكية في أفريقيا إلى جانب ليسوتو وسوازيلاند. تعتبر جامعة القرويين في المغرب، واللي تأسست عام 877 ميلادية، أقدم جامعة في العالم وفقا لتصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية واليونسكو، واللي بدأت كجامع صغير ثم جددتها السيدة فاطمة الفهرية. وما زالت هذه الجامعة تعمل كمؤسسة أكاديمية في المغرب حتى الآن. يعد المؤرخ المغربي محمد بن عبد الله بن إدريس المشهور بالشريف الإدريسي صاحب أدق خريطة للعالم رسمت في زمنه، وذلك في عام 1153 ميلادية. المغرب البلد الوحيد في شمال أفريقيا اللي حافظ على سيادته من الامتداد والتواجد العثماني منذ تأسيس الدولة العثمانية عام 1299 وحتى سقوطها عام 1922. أول بلد في العالم يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا كان المغرب، وذلك في عام 1777. مدرسة سيدي زيان، واللي بنيت عام 1907، أول مؤسسة للتعلم الرسمي العمومي في المغرب، وتغير اسمها فيما بعد إلى المدرسة الإسلامية الحضرية. يعتبر نادي أولمبيك آسفي أول نادي رياضي لكرة القدم يتأسس في المغرب، وذلك في عام 1921. نال المطبخ المغربي المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والثاني عالميا بعد فرنسا في عام 2012 من حيث التنوع وكثرة الأصناف والاختيارات. تعتبر محطة نور ورزازات في المغرب 7 محطة للطاقة الشمسية في العالم يتم إنشائها، وأكبر مزرعة عالميا في الطاقة الشمسية المركزة، واللي بدأت بالعمل في عام 2013. تعد مزرعة رياح طرفاية في المغرب ثاني أقوى منشأة لتوليد طاقة الرياح في أفريقيا بقدرة توليد 301 ميجاواط، وتمتد على مسافة 100 كيلومتر مربع، ما يجعلها أكبر منشأة برية في القارة الأفريقية، وتم تشييدها في عام 2015. يتصدر المغرب البلدان الإسلامية على مستوى دول العالم في عدد حفظة القرآن الكريم بالنسبة لعدد السكان، وتجاوز عددهم تقديريا في 2015 1,100,000 حافظ وحافظة، وقد يتجاوز عددهم اليوم 2 مليون حافظ وحافظة. وتبوأ الكثير من أبناء هذا البلد الكريم مراكز عالمية متقدمة في مسابقاته. وفي 2015 حصلت مدينة مراكش المغربية وبشكل رسمي على أول مدينة سياحية على مستوى العالم. وفي عام 2019 صنفت في المرتبة الخامسة ضمن أهم الوجهات السياحية العالمية، وتقدمت على مدن عالمية مثل نيويورك وطوكيو بحسب موقع تريب أدفايس المتخصص في السفر. ولا زالت مراكش إلى الآن تحظى بنفس الاهتمام والسمعة السياحية العالمية. في عام 2016 حصد المغرب المرتبة الأولى عربيا وال51 عالميا ضمن أفضل الدول الجالبة للاستثمارات الخارجية بحسب مجلة فوربس الأمريكية. وفي القطاع الفلاحي والزراعي حل المغرب في المركز الثالث عالميا في إنتاج التين، والثالث عالميا كذلك في إنتاج الزيتون عام 2021.
2019. احتل المغرب في صناعة الصيدلة المرتبة الأولى عربيا والثانية أفريقيا في عام 2019 من خلال وجود 51 منشأة صناعية للصيدلة. دخل قطار البراق المغربي فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء مرورا بالقنيطرة والرباط في المرتبة الثانية من حيث أسرع القطارات على مستوى العالم لعام 2019 بسرعة بلغت 320 كيلومتر في الساعة. والمغرب البلد العربي الوحيد والأفريقي الوحيد اللي يمتلك قطار بهذه السرعة حتى يومنا هذا. يعتبر المغرب أكبر مصدر لسمك السردين في العالم، ويمثل إنتاجه ربع صادرات العالم بأسره حسب آخر إحصائيات لعام 2020. المغرب الأول عربيا وأفريقيا والرابع عالميا في مستوى الأداء المناخي للحد من الاحتباس الحراري لعام 2021. المغرب الدول العربية وحصد المركز السادس عشر عالميا لعام 2021 في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة. احتل المغرب المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا بالتساوي مع جنوب أفريقيا في عدد الجامعات بقائمة أفضل 500 جامعة عالمية ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للحقول المعرفية لعام 2021. في تصنيف شهر سبتمبر لعام 2021 المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، احتل المنتخب المغربي المركز الثالث عربيا وال33 عالميا. احتل المغرب المرتبة السادسة في تصنيف أكثر أسواق التجارة الإلكترونية ديناميكية على الصعيد الأفريقي وال85 على المستوى العالمي لعام 2021. في مجال تجميع السيارات وتصديرها حل المغرب في المركز الأول عربيا والثاني أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، بينما سيكون الأول في شمال أفريقيا في إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل عن طريق شركة أوبل الألمانية في نهاية 2021 وبداية 2022. وحل المغرب أيضا في المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والمرتبة ال15 عالميا من حيث الاستثمارات في صناعة الطيران لعام 2021. المغرب أكبر مصدر لمعدن الفوسفات عالميا ويمثل 70% من إجمالي احتياطي الفوسفات في العالم حتى يومنا هذا. البلد الوحيد اللي تنمو فيه شجرة الأرجان بشكل طبيعي هو المغرب، ويستخدم زيت هذه الشجرة بكثرة في الصناعات التجميلية.